سلام البنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي. المهم اليوم جيت نشارك معكم واحد المسمن اللي معتمد عندي في الطلبيات اللي كندير. تبارك الله كيجي مقرمش من برا وهادشي طري من الداخل، وهادشي كامل باقل مجهود وما نحتاجو نديرو حتى شي اضافات، يعني ما نزيدو لا سكر لا عسل. كنحصلوا على واحد الملوي ما عندي ما نقول لكم. المهم بلا ما نطول عليكم ندوزو لطريقه التحضير. عندي انايا خدمته في العجانه، ممكن تعجنوه بيديكم عادي. عندي كيلو ديال الفرص رطب ممتاز، يكون نوعيه جيده، مع 250 غرام ديال الدقيق ديال الفينو. الملح على حسب الذوق، كل واحد كيفاش كيبغي يملح. المهم دوزت عجنت هاد النواشف بوحدهم، خلطتهم عفوا، ومن بعد غادي نضيف عليهم الماء غادي نضيفو بالتدريج، يكون الماء ديال الروبيني ما دافي ما والو، بارد عادي. نبقى نضيف الماء حتى تحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون لينه. العجينه اللي كنخدم بها انايا كتكون شويه جاريه، زايده شويه على على العجينه العاديه ديال المسمن. كاملين كنعرفوا العجينه ديال المسمن كتكون عاقده شويه، مجموعه قاصحه شي شويه. هذه لا كتجي شويه مرخوفه، حيت اغلب الطربيات اللي كنديرهم على حساب المسمن اللي كيكون نص طيبه هكا. كيبقى المسمن طري، باش مولاتو فاش كتجبدو من الثلاجه ولا كونجيلاتور، فاش كتعاود تبغي تكمل ليه الطياب ديالو، كتلقاه كي بحال عاد مقاد، عاد مصاوب بحال يلا تخدم. المهم كنشد هذيك العجينه كنديرها فوق سطح العمل، وكنبقى نديها ونجيبها غير بالصبيعات ديال يديا. ما كتحتاجوش تدلكوها نهائيا. السر في هذا الملوي هو انكم ما كتحتاجوش تدليك. الحاجه الوحيده اللي كتحتاجوها هي بلاستيكه وواحد الزيت. المهم كنجمعها بحال هكا وكنلويها، وغادي نوريكم هنا السطح ديالها كيفاش داير. هاد التشققات وهاد السطح اللي ما ملش نهائيا كيعني بلي العجينه كاع ما تخدمات، كاع ما مدلوكه ما والو. المهم هكا غادي نغطيها بالبلاستيكه ونزيد عليها واحد الزويف ونخليها واحد 10 دقائق. انا العجينه كنلويها 3 ليات، 3 المرات كنعاود نلويها ونجمعها ونغطيها ونعاودها بين ليا والليا 10 دقائق، يعني حتى فاش تكوني مثلا مزروبه بها. انا ديما كليان مثلا كيكون في الدقيقه 90 كيقول لي بغيت نسمن، كنقدر باش نقادو فوق توجيز. مهم انا كنوريكم العجينه راه ترخفات وعطات الضوء، تلقات داك الخيط ديالها. صافي كنعاود ندورها مره اخرى كما قلت لكم، غير بالصبيعات كنديها وكنجيبها صافي، وكنعاود نجمعها وكنغطيها. هنا غادي نوريكم السطح ديالها، شوفوا راه ملاس وتقاد، يعني راه صافي عطات الضوء. المهم غادي نزيدها ليا اخرى، غادي نخليها هنايا ترتاح عاد باش نعاودها لها. المهم هنا غادي نزيد ندوز معاكم نوجد هذيك التخليطه باش كنورق المسمن. هنا عندي مارغرين ديال اللذة، ناخذ النص ديالها يعني 125 غرام ديال اللذة، كندوبها في هذا الكاسرول. المهم كنزيد عليها 2 ساشيات ديال الخماره. هنا راه البوطه مازال شاعله، كاع ما طفيت عليها. صافي كنحرك كنخلي هذيك الخماره تفاعل مع هذيك الزبده مع العافيه، صافي حتى كتطلع هاد الكشكوشه بحال هكا. تخافوش منها هكا، راه غادي تحيد منها هذاك الجهد باش من بعد ما تضرناش، ما تكونش هذاك الشيء ديك الماده الفعاله ديالها باقا مجهده فيها. صافي كنبقى بحال هكا كتبان ليا بدات كتهبط هذيك الكشكوشه، صافي كتكون واجده. كنزيد عليها الزيت، الكميه ديال الزيت على حسب الرغبه، قويتو اولا قللتو راه ماشي مهم. بطبيعه الحال بغيتو تخدموها بالزبده الحيوانيه راه كيمكن لكم. المهم هنا غادي ندير الطويه الثالثه، عاود كنديها ونجيبها. راه ما كاملش 30 ثانيه فين كندي العجينه ونجيبها. السر كامل كاين في الراحه. المسمن بغيتو يجيكم زوين هو يرتاح. صافي هنا غادي ندوز باش نقطعها. انا غادي نديرها نقطعها في هذا الكسريك بحال هكا. ممكن ديروا طاوه صينيه تخليوها غير فوق سطح العمل، ماشي مشكل. هنا كنحاول ما نديهاش ونجيبها باش العجينه تبقى رطبه. شوفوا كيفاش جات هنايا، كتعرفوا راه صافي تخدمات مزيان. كما قلت لكم ما غاديش نديها ونجيبها بزاف باش تبقى فيها ديك الرطوبيه فين تخلي ليا فين نلوي الكره والكره. صافي هنا غادي نقسم الكويرات ديالي
وغادي نعبرهم. انا هنايا مولفه ندير نخدم بالميزان الصراحه، كندير 60 غرام في كل وحده. وحده غادي يجي في قلب وحده، يعني كتعطينا 120 غرام مسمنه كامله. صافي كنحاول نجمع المسمنه هاد الكويرات كي بحال هكا، وكنعاود ندورهم، كنعاود نكورهم باش هذيك السطح ديالها كيملاس. صافي هكا. صافي هنايا غادي نزيد هذاك، غادي ناخذ داك القصري، غادي ندير فيه شويه من هذاك الزيت والزبده والخماره اللي درت، غنحاول ندير فيهم هذوك الكرات. هذوك الكرات غنديرهم من هكا ومن هكا في ديك الزويته. علاش؟ باش ما تنشفش لينا من بعد. صافي وبقيت هكاك مستمره حتى درت الكرات كاملين وغطيتهم بواحد البلاستيك. غنصبر عليهم واحد 5 دقائق. صافي غنرجع غادي نلقاهم واجدين باش يتخدموا. هنا عندي شويه ديال الفينو، بغيتو تخدموا بالسميده رقيقه ماشي مشكل. صافي هنا كناخذ بالكره كندير شي شويه ديال الزيت والزبده وهذيك الخماره اللي درت في الاول، وكنبدا كنطلق. هنا الا غادي تلاحظوا انه ما كنطلقش العجينه حتى كترقق مزيان حتى كتورق مزيان. كنخليها شي شويه غليظه. علاش؟ حيت الطريقه باش كنجمع العجينه انايا هي اللي فيها الحكمه كامله كيف ما كيقولوا. الطلقه كنديرها مربعه، حاولوا ديروا الطلقه مربعه ماشي مدوره، باش من بعد كيجيكم مسمن مورق، وتا التقريصه ديالو مقاده وكل شيء. صافي بين الورقه والورقه كندير الفينو، كندير هذيك الزبده والزيت. صافي وكنحيدها، كنحاول نقاد لها الجنيبات ديالها ودوك القنود ديالها، وكنجيب فاش نحطها. صافي انا كيف ما قلت لكم كندير وحده في وسط وحده، هكا كيجي مسمن مورق وزوين. صافي كيف ما قلت لكم هانتوما كتشوفوا التوراق انا ما كنحتاج كاع نورقها مزيان، يعني حتى هذيك الرخامه من اللور راه ما كتبانش لكم، يعني ما كتبانش، يعني العجينه راه باقا غليظه شويه. صافي صافي كتقادوا لها الجنيبات باش من بعد في التكراس ما تلقاوش المشكل. صافي وكيف العاده شويه ديال فينو، زويته وزبيده وديك هذا. كتشوفوني كل مره كنحيد شي حاجه، هاد الفينو ما عرفتش علاش فيه واحد النقيطات كحلين، ما عرفتش ديالات واخا غربلته واخا هذا، مره كتبان ليا فيه ديك النقيطه كحله. المهم غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا مزيان. كنشد الكره كنبسطها على شكل مربع. هاد الطريقه ديال شكل مربع انا باقي كنعقل. كنا مشينا لواحد المحل كيدير المسمن، وبقات عيني غاده مع ديك ولات مسمنه. هذيك الساعه انا كنت باقا صغيره هكا، وشتا كدير هاد الطريقه من تما كنت كنديرو. تيقوني والله الا كلشي كيقول لي مسمن ديالك تبارك الله عليه زوين، راه مسمن ديالي تبارك الله والله الا كيمشي حتى لبرا. المهم غنعاود كره اخرى كنبسطها على شكل مربع. ما قال ديروا زبده بوماد خلطوها مع هادي ما والو. هنا هاد اللقطه اللي بغيتكم تعرفوها، خاصكم هنايا تجيو وتوركوا مزيان باش ما تجيكمش مفاقمه. عرفتش كيفاش نفهمكم هذا فاقمه؟ يعني ما تجيش العجينه مركبه على اختها. صافي وهكا وصغيره غادي تساليو، حيت العجينه كتكون مطلوقه ديال بصح في ساعه غادي تكملوه. انا خديت غير المقله العاديه ديال الوجده فيها غادي نطيب، وعندي هاد الشبيكات. الشبكه ضروريه، الشبكه ضروريه باش كتخلي لنا المسمن كيتهوى. هو السر ديال التقرميشه كامل، هو تخلي المسمن كيتهوى. الا درتيه منه للزيف، درتيه في شي بلاستيك شي هذا، غادي يجيكم مرخي وما غاديش تجي فيه هذيك التقرميشه. هنا غادي ندوز كنقرص بالاولى في اللي تابعه باللي تابعه، يعني اول وحده قادينها هي اللي كنقرصوها الاولى. في التقراص كنبدا من الداخل عاد كنخرج على برا، يعني كنقرص الوسط ديال المسمنه عاد كنمشي الجناب ديالها هكا. باش الجناب ما يجيوناش غلاض ومن الوسط رقيقه كتجي ضربه متابعه. صافي كنبسطهم فوق الفراح.
السر ديال هذيك النفخ ديال ديك التوريقه، مني تلوحوا المسمنه غير تحسوا بها شدات من التحت صافي، وتقلبوها بحال البطبوط، بحال البطبوط. البطبوط بغيتو يتنفخ، ها لوحوه عاودوا قلبوا قبل ما يدير هذوك النفاخات. صافي هنايا قلبتهم وصافي، غادي نبقى نقلب فيها حتى كطيب. هانتوما كتشوفوا راه مازال في المقله وكيبدا يتنفخ ويبدا يتفرك. انا غادي نحاول نحل لكم واحد الوحده، ولكن الغالب والله جاتني سخونه. جاتني سخونه الغالب والله، هذا هو جهدي عليكم. المهم راه كيجي مفرك الورقه على اختها، ما عندكم مناش خفتو. راه الحاجه بغيتوها تجيكم زوينه، ما تقعدوش تبزروا فيها وتقادوا. الحاجه كتبغي شي شويه ديال المساعفه وشويه ديال الخاطر صافي، وكتجي زوينه تبارك الله. ما تحتاجوا كاع تبقاو قادو من هنا، لا ديروا بوماده هنا، لا ديروا العسل، لا ديروا السكر. اودي حنا راه حياتنا راه كلها سكر. نزيدو تنسمي فيه سكر. المهم هكا راه كيجي محمر ومفرك، هانتوما كتشوفوا. راه جاتني سخونه ما قديت الصراحه نحلها. المهم زيدوا ليها واحد الزويف، ولكن من التحت راه كتكون عريانه. الزويف ما تزيدوش المسمن باقي عاد سخون، وما تحاولوش تغطيوه بزاف، الوحوا عليها وصافي. هكا كيبقى طري من الداخل. صافي كنكمل الطياب ديال المسمن ديالي. ها نتوما كتشوفوا، ها كتقلبوها هكا وكتنفخ ليكم في البلاصه. كان شي بلاصه كتبان لكم مازال ما محمراش، راه كتوركوا عليها من بهذا. صافي وكتبقاو بحال هكا حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم. وهادشي اللي كاينه البنوتات. هذا هو كيكون المسمن ديالنا، راه كيجي زوين وغزال والله الا ما تشبعوش منه. وحتى مثلا البنات اللي كيديروا الطلبيات، الا بغيتوني نقول لكم نبقى نقول لكم الاثمنه باش كندوز هذا الخير، كتبوا لي في التعاليق. المهم الا وصلتوا معايا لهذا الفيديو ما تنساونيش بشي لايك، علاش لا اشتراك القناه، تستافدوا معايا ونستافد معاكم ان شاء الله.